شايفين الخبر ده؟ استحواذ شركة مصرية اللي هي الشركة اللي تابعة لنجيب ساويرس على جزء كبير جدا من الأراضي في الإمارات. يعني كمنتجع سياحي ومشروع كبير، والمشروع ده أنا عارفه بقاله كام سنة بيتم إنشاؤه في الإمارات. ف ده بيأكد وبيرد على كلام وميليشيات الإخوان اللي بتردد دايما على السوشيال ميديا إنه مصر بتبيع أراضيها وبتبيع للإمارات وبتبيع لمش عارف مين. وكل الكلام ده بيأكد إنه اللي بيتقال ده غلط. يعني هل الإمارات كده بتبيع أرضها؟ لا طبعا. هل الإمارات محتاجة تعمل ده؟ أكيد لا برضو. ولكن ايه اللي يخليها مثلا تجيب يعني مستثمر من بره يعمل مشروع زي ده؟ ما هي قادرة تعمل ده على فكرة. يعني عندها من الحقيبة المالية انها تعمل مشروع اضخم كمان من ده، وهي بالفعل عاملة، وعاملة في دول كتير مش بس في مصر مثلا. فده البيزنس، هو ده الطبيعي. لانه لازم يكون في تبادل اقتصادي وفي معاملات اقتصادية بتستخدم احيانا كنوع من الضغط، وبتستخدم كنوع من التعاملات الاقتصادية المهمة الضرورية بين البلدين او بين البلاد. فما فيش حاجة اسمها انا كده الامارات باعت ارضها ولا مصر باعت ارضها. الراجل جه كمستثمر، وهم قدموا له كل الامتيازات وكل حاجة، وواخد مشروع ضخم جدا جدا. وان شاء الله يعمل حاجة مشرفة. شركة نجيب ساويرس او عموما عائلة ساويرس بيعملوا حاجات قوية ومشرفة. فهو ده يعني. سيبكوا بقى من الكلام بتاع بنبيع الأراضي ومصر بتبيع أرضها وكلام من ده، والإمارات اشترت مصر. كل ده كلام هبل، وأنا شرحته قبل كده في فيديوهات، وشرحت نصوص وبنود العقد ما بين مصر والإمارات في المشروعات أو المشروع اللي تم قبل كده بتاع رأس الحكمة. واخيرا، دايما دايما ما تخلوش حد يلعب بعقولكم، ولا تستقبلوا اي معلومة كده بسهولة غير لما تدوروا وراها وتبحثوا لو انتوا حيرانين او مش قادرين تفهموا او تعرفوا الحقيقة فين. ودايما وابدا تحيا مصر، والسلام عليكم.